أوزي باللحمة شهية وطرية زي هاي. تعالوا نحضرها مع بعض ونشوف مكوناتها. أول شي بنكون جايبين لحمة خروف طرية سالقينها ومجهزينها زي ما انتو شايفين. بنشيل اللحمة على جنب وبنخلي المي اللي سلقنا فيها على جنب عشان نطبخ فيها الرز. بنجيب رز بسمتي وبازيلا وجزر وبصل مقطع لمكعبات على طنجرة على النار. بنحط الزيت، بنحط البصل، بنقليه بهذا الشكل. بنقلي البازاليا فوقه والجزر. بنحط بهاراتنا شوية فلفل أسود، شوية قرفة، شوية كزبرة ناشفة والملح، وبنقلبهم وبنقليهم مع بعض. وبنحط الرز فوقهم، رز البسمتي بعد ما نكون غسلناه ونقعناه 5 دقايق. بننزل فوقهم مية اللحمة اللي كنا صفيناها وبنخليهم لحتى يستووا لمدة ربع ساعة. بقلاية على النار بنجيب زبدة، بنحط اللحمة فوقها اللي صفيناها، شوية بصل وبازيلا وجزر، بنقلبهم بالزبدة وبنحط اللحمة فوقهم، بنقليها معهم كتير منيح لحتى يتقلبوا ويتحمروا شوي. بنحط شوية بهارات اللي هي كزبرة، فلفل أسود، شوية قرفة. بهالوقت بكون الرز استوى معنا زي ما انتو شايفين. شوفوا كيف الرز مستوي وجاهز. بنجيب صينية التقديم، نبدأ نفرد فيها الرز وبنحط فوقهم البازيلا والجزر واللحمة اللي قليناهم، بنحطهم على الوجه، نفردهم بهذا الشكل. شوفوا على هالمنظر، كتير كتير حلو، والريحة ما أقولكم. بنكون كمان قلينا شوية مكسرات بنحطهم على وشهم، ورشة بقدونس فريش أخضر. يامي يامي. شوفوا على هالمنظر، صحتين.